يا صباح الفل. أهلا بكم مع وصفة جديدة من قناة بيت العز يا بيتنا. النهاردة رابع يوم العيد، كل سنة وانتم طيبين. وهنعمل مع بعض أحلى طاجن لحمة بالبصل الأورمة. اللحمة دايبة زي الزبدة والبصل مسكر والصوص يجنن، وهنعمل معاهم شوية رز بالشعرية إن شاء الله. قبل ما ادخل في الموضوع ونشوف المكونات، حبيت افكركم اذا عجبتكم الوصفه ما تنسوش تعملوا لنا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتسيبوا لنا تعليق او اتنين، لان احنا قناه لسه جديده خالص ومحتاجين كل الدعم والتشجيع من طرفكم. وخلينا ندخل في الموضوع. معانا النهارده كتف اوزي مخلي من العظم، حتى تطلع لها بتاع كيلو كيلو وربع، مش كبيره كتير. ومعانا حبتين طماطم اختياري، ومعانا قرن فلفل برضو اختياري بس بيديها طعم حلو. ومعانا حوالي كيلو الا ربع من البصل الأورمة الصغير اللي انت شايفينه دوت. والبهارات بتاعتنا معانا معلقة صغيرة من السكر، معلقة صغيرة من القرفة، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة من السبع بهارات، ومعانا عود قرفة، وفصين توم، وأربع أو خمس فصوص حبهان، ومعانا خمس ست فصوص من القرنفل، ومعانا ورقة لورا، ومعانا شوية ملح. وكمان قطعت لكم شوية ورد من الجنينة علشان تظبطونا في التعليقات. هنجيب طاسة ونحطها على النار، وهنحط فيها معلقتين زيت ومعلقتين سمنة، ونستنى عليهم لما يسخنوا كويس جدا، وبعدين هننزل باللحمة شوية شوية. لازم الزيت والسمنة يسخنوا كويس عشان اللحمة تاخد صدمة وتقفل المسام بتاعتها وتحافظ على العصارة اللي فيها بدل ما تنزل ميتها وتنشف. هنسيبها من غير تقليب على الناحية ديت كده ممكن حوالي 4 أو 5 دقايق لغاية ما اللحمة تتلسع من تحت وتاخد لون. وبعدين هنقلبها على الناحية التانية برضو لغاية ما تتلسع وتاخد لون. وأول ما اللحمة تاخد لون هننزل عليها البصل الأورمة وهنبتدي نشوحهم مع بعض. زي ما احنا شايفين البصل اتحمر ودبل شوية واخد لون زي ما انتم شايفين كده. ننزل البهارات اللي عندنا here. لسه مش هنضيف الملح دلوقتي، ملح يعني لما اللحمة تقرب تستوي نضيف الملح. نديها تقليبة حلوة. وهنضيف الثوم، هما فصين توم بس مش اكتر، مش محتاجين توم كتير للأكلة دي. وعلى فكرة في ناس بتحط لها فلفل وخضار تاني وحاجات. هي بصراحة الأكلة ديت حلاوتها في بساطتها، هي مش محتاجة فلفل أخضر، ممكن قرن فلفل حار بس، لكن مش محتاجة فلفل ألوان. ويعني هي العملية مش ديكور الحكاية، احنا بس عايزين الأكلة يطلع طعمها حلو. هي حلاوتها إنها البصل واللحمة بس، وإنها تكون مسكرة شوية بس. مش محتاجين بقى نقعد نحط لها كل البهارات التانية دي. حتى انا هحط طماطمايه واحده بس، الطماطمايه اختياري مش ضروري، مش لازم تحط الطماطم. اوكي. طبعا انت يمكن تفتكروا انها اتحرقت، هي ما اتحرقتش، هي اخذت لون كده وشكلها ممتاز وهتطلع مية مية ان شاء الله. طيب اول ما الثوم ريحته تطلع انزل الطماطمايه اللي انا قطعتها. هي طماطمايه واحده بس، مش محتاجين اكتر من كده. اسيب الطماطمايه تدبل شويه. كده تمام. هنحط لها شوية مية ونحط لها الملح، وبعدين نسيبها تستوي شوية، وبعدين نحطها في الطاجن وندخلها الفرن. وهنجيب قرن فلفل حار وهنشقه بالسكينة كده كده، وهنحطه عشان يديها طعم حلو. طبعا ده برضو اختياري مش ضروري، هي الأكلة دي أساسها اللحمة والبصل بس. هنغطيها ونسيبها تستوي شوية قبل ما نحطها في الطاجن وندخلها الفرن. وزي ما انتم شايفين احلى طاجن لحمه بالبصل. حطيتها في الفرن حوالي نص ساعه تستوي كمان تكمل سوا، وبعدين حطيتها تحت الشوايه كمان 10 دقايق ولسه يا دوبك خرجتها. زي ما انتم شايفين منظرها يشرح القلب. خليني بقى اروح اجيب طبق كده واعمل نفس طبق حلو علشان اروح اتغدى. وكل سنه وانتم طيبين.
ايه رأيكم بقى؟ احلى طبق ما شاء الله. نتمنى الوصفة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لنا لايك وتشتركوا في القناة وتسيبوا لنا تعليق او تعليقين. وكل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله نشوفكم تاني مع وصفة جديدة من وصفات بيت العز يا بيتنا.